حكاية قلوب عطشان، دا يرجعوا البيوت، لازم تضل العين سهرانة. هيدي حكاية حب ما بيموت، هيدي حكاية قلوب عطشان. مين رب البيت يعني؟ أنا رب البيت أكبر واحد. بتشتغل كنت عامل؟ كنت عامل نعم. فين تطلعوا من عدر؟ طلعنا من عدر الجديدة في شرتن، نزحنا على عدر العماليين وقعدنا هون حتى اجوا المسلحين. طلعتوا اول ما وصلوا المسلحين ولا بعد ما وصلوا؟ لا حبسنا 20 يوم، ضلينا محبوسين 20 يوم. خلي ايدك بايدي ويا خيي ويا وحيدي، والله ما بتخلى عنك لو يقطعوا وريدي. خلي ايدك بايدي يا خيي ويا وحيدي، والله ما بتخلى عنك لو يقطعوا وريدي. جوزي محفوظ والمدينة صار لي 3 سنين ونص. وين كنت ساكن؟ شرفاء. ولد اول يعني ما بيعرفوا لا وكانوا كانوا عندي 3 أشهر. وما عندكم اي خبر عنه؟ سالتوا عنه؟ تواصلتوا مع حدا تواصل تواصلت مع كثير مع المسلحين؟ ما عن مسلحين باي محل؟ الغوطة الشرقية. متابعة عليك اياها مع مين عم تحكوا مع مين عم تحكوا؟ حكيت كثير أول ما كنت جوا الغوطة، بعد ما طلعت على المدينة ما أي مرة. رح يرجع اللي راح والحب يجمعنا. الموضوع زوجي كنا بناخذ اسمه ونشوف اي معلومه شرطه خبرتوها الجيش والامن بيعرفوا أي عندهم معلومه أي تابعوا لان احنا في عم يجينا اسماء مخطوفين وبعد سنه بيكونوا مخطوفين عم نعرف وين بيكونوا احياء الحمد لله يعني في اغلب الحالات، ففي امل ان شاء الله دائما إن شاء الله باي لحظه بنعمل بنلاقي في طرق كثير يعني بنلاقي طريقه. الله يحميك انت واولادك واولاد اولادك. بتريدي شيء خالد؟ بتريدي شيء؟ والله لي سلامتك بس. وعليكم السلام اهلا وسهلا. الله يقويك. اهلا وسهلا. بدك مين؟ هو ياخذني للرابية. انت اخي كنا المدينة. بنتي ولادها اثنين. ما تعرفوا عنهم شيء؟ ما بعرف عنهم شيء هلا، ناس بيقولوا لنا بالعبد وما. امك ومين؟ اخوات 2. ابوك وين؟ ليكون ابوك كم اخ؟ 2 اكبر منك؟ إيه. شو اسمائهم؟ محمود ما بأرويج. تعرفوا عنهم شيء؟ ما عرفنا عنهم شيء. الله يقويك ويرفع رايتك. بدنا ندور لك عليهم دول، بدنا ندور ندور لحتى نلاقيهم. ايه؟ ان شاء الله بيرجعوا كلكم ترجعوا بتقعدوا سوا بترجعوا على واحد عمره 16 وواحد عمره 17 وبنتي عمرها 36 سنة. أخذوا من المدينة العمالية أول ما فاتوا. اول ما دخل أول ما دخلوا أول يوم ثاني يوم اجوا أخذوها العصر. شو كان بيشتغل؟ والله بنتي كانت تشتغل بمعمل البوزة هي وابنها الصغير. وجوزها موظف بالقناصية. وابنها قاعد ما عنده شغليات، الكبير ما يلاقي شغل. وقاعدين. انت شو اخوها؟ إيه شو اسمها؟ بنتي هي وطول الأولاد. انت اي صف؟ هلا هون ما عم يدرسوا بنات في مدرسة كتر خيركم الله يقويكم. لا في مدرسة الحمد لله وفي كل شيء الحمد لله. بتدرسي؟ أكيد ما يقدر تقعدي من مسألة تفتحي الكتب تبعك تقري فيه يجيبنا يعني تجيب إخواتك تجيبهم هيك عشان بس يرجعوا على أول شيء صرتي صح؟ الله يعلي رايك. بآخر سنة هلا قربت الخلصات بدك تنجحي على الثالث إيه؟ طيب يعطيكم العافية. إن شاء الله بيجينا النهار لاقي حبايبنا. كيف طلعتوا لما كتر خير الجيش اللي بعد الجيش الله يخلي لنا الجيش. الله يحيي يا رب. هيدي حكاية حب ما بيموت، هيدي حكاية قلوب عطشان، دا يرجعوا البيوت، لازم
عندك يا اسم الدواء ولا؟ ايه عندي. اعطيني وين معك يا هون؟ اعطيني اسم الدواء. عفوا هيك نساعدك. انت بنتهم؟ انت اكبر وحده ولا لحالك؟ اهلا وسهلا صباح بس خلونا نحكي كلمة. أنا حبيت اليوم زور المهاجرين من عذرا، لأنه عذرا هي سوريا الصغيرة، هي سوريا اللي فيها من كل المناطق من كل المحافظات. حبينا نجي نسلم عليكم لنقول للناس إنه الدولة للكل، الدولة لكل السوريين، وكل واحد فيكم هو ابن للدولة، ونحن بنهتم بكل واحد فيكم وبكل مهجر في كل مكان في سوريا. عملت جولة على بعض العائلات من اللي موجودين معكم سمعنا المآسي وسمعنا المشاكل اللي عم تعانوا منها، خاصة لما دخلوا الإرهابيين. في عائلات منكم عندها مفقودين، ونحن وكل مفقود هو ابن لنا. في عائلات عندها شهداء، في عائلات عندها جرحى، ونحن بنهتم بكل هدول. كل واحد مفقود الدولة بدها تدور عليه. عم تسمعونا؟ أكيد كل واحد فيكم كل واحد فيكم عما يحلم امتى بده يرجع على عذرا. أكيد إن شاء الله بدنا نرجع. بكل بيت في سوريا صار في شهيد. ليش؟ هدول الشهداء عم يستشهدوا لحتى ترجعوا على بيوتكم. بكل بيت في مفقود، بكل بيت في جريح من الجيش، من القوات المسلحة، من الدفاع الوطني لحتى ترجعوا على بيوتكم. لكن لنرجع بدنا نستمر بضرب الإرهابيين. ما بنقبل يكون في إرهابي بسوريا، والجيش بده يسحق الإرهابيين لحتى نرجع كل واحد لبيته. بس المهم نكون كلنا سوا ايد واحدة. لما بنكون ايد واحدة سوا بنعمر البلد. هي بلدنا نحن بنعمرها، ونحن دائما معكم. يعطيكم